ولا لحمة ولا فراخ. حطي الطماطم كده في الزيت وهتاكلي احلى اكلة، حاجة كده سكر هتاكلي منها كل يوم، مش هتزهقي منها ومش هتشبعي منها من كتر جمالها. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. هنبدأ كده ونسمي بالله ونصلي على رسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجعونا كده باجمل لايك منكم وتابعوا معانا الفيديو الاخر هيعجبكم جدا. اول حاجه كده حطينا شويه كده من الزيت ونزلنا بقى ايه بشويه طماطم، وحطيت كمان معلقه من الثوم المفروم او فصين من الثوم اللي هو الصحيح، ويفضل اللي هو الصحيح بيبقى احسن، بس انا ما كانش عندي الثوم اللي هو الصحيح فحطيت معلقه من الثوم المفروم. بسيب كده الطماطم كده حوالي دقيقتين 3 ونقلبها على الجهه التانية، وبعد كده بضربها في الكبه او الخلاط. بعد كده معانا هنا بقى البطاطس. ببدأ ان انا بجيب بطاطس بقطعها كده بقى، هبدأ ان انا اقطعها كده بقى ايه مكعبات زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ويفضل ان هي تبقى مكعبات بتبقى احسن وبتبقى طعمها بتبقى احلى. بعد كده بعد ما قطعتها كده مكعبات هنلم بقى كده البطاطس بتاعتنا، وهنبدأ ان احنا بقى ايه هننزلها بقى على الصينية بتاعتنا. طبعا هنا الزيت بقى كده سخن، وننزل بقى البطاطس بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هجيب بقى بتنجانية برضو هبدأ ان انا اقطعها كده نصين، وهقطعها برضو ايه مكعبات. ويفضل هنا بقى البتنجان لما تجيبي البتنجانية تجيبيها تبقى خفيفة كده شوية، عشان ما يبقاش البتنجان يبقى فيه بذور كتير من جوه. يعني لما تيجي تجيبي البتنجان تنقيه كده يبقى خفيف كده شوية، ما تنقيش البتنجانية اللي هي تبقى تقيلة عشان بتبقى فيها بذور كتير من جوه. نقي البتنجانة تبقى خفيفة شوية. هنبدأ بقى ان احنا خلاص قطعنا البتنجان كده برضو مكعبات، هنرشله كده شوية من الملح. بعد كده معانا الطماطم اللي هي عليها توم اللي احنا عملناها في الصينية، هنضربها بقى في الكب او الخلاط، وحطيت عليها معلقة من البابريكا عشان تدينا لون حلو كده. وهنا بقى معانا البطاطس، والبطاطس كده ادت لون جميل واتحمرت معانا. هطلعها بقى كده على مصفى، وبعد كده بقى هنزل على طول وراها البتنجان بتاعنا اللي احنا قطعناه مكعبات. هنسيبه بقى يتحمر معانا. وبعد كده معانا بقى ايه فلفل بقى حامي او فلفل رومي. لو انت بقى ما بتحبيش الفلفل الحامي يبقى هتحطي فلفل رومي برضو تقطعيه كده وتبدأي ان انت بتحطيه معاها. لكن انا بحب ان انا احط فلفل الحامي، بنحبها كده مشطشطه وسبايسي وبتبقى جميله جدا. هنا بقى طلعنا البتنجان كده اتحمر معانا برضو، هنزل بقى الفلفل. والفلفل هنا انا مقطعاه عشان برضو يبقى حلو كده ومقطع كده صغير زي المكعبات البطاطس والبتنجان كده. على طول طلعت بقى ايه الفلفل يدي لون كده بسيط للتحمير، وبعد كده بطلعه. بعد كده هننزل بقى ايه نقصت بقى هنا شوية من الزيت عشان الزيت كان كتير شوية، شلت شوية من الزيت. وبعد كده سبت حبة كده في الصينية. نزلت بقى بمعلقة من الثوم المفروم، ومعلقة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة من هريسة الشطة، ومكعب مرق، وسنة من الخل، معلقة كبيرة من الخل. بعد كده هنزل بقى بعصير الطماطم بتاعنا اللي احنا ضربناه وعملناه مع بعض. عايزة اقول لكم بجد تحفة جدا، بتخلي طعم الصلصة بيبقى مختلف تماما، بيبقى عامل كده زي الكاتشب بالظبط. نزلت بقى بحبة بهارات كده مشكلين، حطيت لها بقى كده شوية ملح بعد كده هنزل على طول بقى بالخضار بتاعنا. عايزه اقول لكم بجد تحفه جدا، احلى طريقه تعمليها للمسقعه. تاكليها كده بقى ايه بألف هنا وشفا، ما تزهقيش منها مع رغيف كده عيش محمص، يا سلام، بيوديها في حته تانية خالص. بجد تحفه جدا. اتمنى حبايبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره شجعونا كده باجمل لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده. بجد تحفه، جربوها واثقه متاكده انها تعجبكم جدا. حضري بقى كده شنطة عيش وكلي بقى بألف هنا وشفا، بجد خطيرة.